السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. أول حاجة كنعتذر على الصوت ديالي لأنني مريضة عليها، الصوت ديالي هكا مدحبح فاعذروني. بالنسبة لهذه المعسلة اللي غنصاوب معكم اليوم فراه كتجي خطيرة بزاف بزاف وبنينة، وفي نفس الوقت كتعطي كمية كبيرة وكتجي خطيرة في المذاق. نبداو على بركة الله الطريقة ديال هذه الوصفة. بالنسبة لهذه الوصفة سميتها مونيدا. المعنى ديالها هي المونيدا هي كلمة إسبانية. المعنى ديالها هي النقود النقديه ماشي الورقيه، النقديه بحال الدرهم بحال 50 سنت لان كتجي مدوره. فنبداو على بركه الله الطريقه. فعندنا هنا 500 غرام ديال الطحين اللي كيكون مزيان خاص بالحلويات. اللي كتعرفوا شي طحين يكون مزيان مسانسين كتستعملوه هو اللي تستعملوا. عندنا هنايا الزبده تكون مزيانه ماشي المارغرين اللي كتذوبوها وكتنقصوا لها العافيه حتى كيولي اللون ديالها هكا. فبالنسبه للزبده فراه تقريبا خدات لي 200 غرام ديال الزبده المذابه. عندنا واحد معلقه صغيره ديال القرفه. عندنا هنايا النافع اللي غنستعملوا منه معلقه ونص صغيره ديال النافع. وهنايا عندنا 100 غرام ديال الزنجلان اللي كنحمصوه شويه وكنطحنوه. وغادي نستعملوا الخل معلقه كبيره والمزهر لجمع العجين. فهادو هما المقادير اللي غنستعملوا. بالنسبه للمزهر هاد القرعه عندي ديجا محلوله فانا غندير بها عاد غادي نحل الاخرى. انتم عاد تشوفوا الكميه ديال المزهر اللي غادي تهز فعاوتاني على حسب النوعيه ديال الطحين. فالطحين ضروري يكون مغربل مزيان عاد تبداو تخدموا به. فكما قلت لكم هنا عندي 500 غرام. فهي الحلوه الصراحه كتجي اقتصاديه ما كتاخذش مقادير كبيره وكتخرج كميه وفيره. فغادي ناخذوا هذاك الطحين غادي زدت عليه قبصه ملح وزدنا داك الزبده المذابه. وهنايا عندي معلقه صغيره غادي نعبر بها النافع، درت معلقه عامره واحد شويه. الزنجلان غنعمل 100 غرام ديال الزنجلان اللي كيكون محمص ومطحون مزيان. وغادي نضيفوا عليه هنايا واحد معلقه تقريبا كبيره ديال الخل. فبالنسبه لهاد المقادير بامكانكم تستعملوهم حتى في الشباكيه، غير تزيدي عليهم حبه حلاوه مطحونه وطبعا الزعفران شعره. فهاد المقادير نيت فانا بقات لي واحد شويه د العجين غادي نوريها لكم في الاخير انني استعملت منها حتى الشباكيه حيت بقات لي وما بغيتش نضيع الطحين، ولكن راه جات خطيره الشباكيه جات هشيشه كتحمق. المهم بالنسبه لهذوك المكونات اللي درنا فكنبقاو نبسبسوهم بحال هكا حتى كيدخلوا. كنضيفوا المكونات كاملين حتى كيدخلوا لنا مع بعضياتهم نبسبسوهم. عاد كنزيدوا عليهم المزهر، كنبقاو نجمعوا بالمزهر، كنديروا النواشف كاملين كما قلت لكم وكنبقاو نجمعوا بالمزهر حتى كتجمع لي العجين ديالها كتجي قاصحه بحال العجين ديال الشباكيه. صافي كنستمروا بهذا الشكل هذا كنجمعوا حتى كتجمع لي العجين. اللي بغى يزيد شويه ديال حبه حلاوه واحد نص معلقه صغيره حبه حلاوه للمذاق يزيدها. صافي كنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كتجمع لي العجين. فمن بعد ما تجمعت لي هذا هو الشكل ديالها. فراها كما كتشوفوا كتجي قاصحه واحد شويه يعني بحال العجين ديال الشباكيه. صافي غادي ما تدلكوهاش بزاف. هي الصراحه راه بما انكم كتخليوها ترتاح فراه كتدلك راسها براسها. هذا هو هذاك الشيء اللي بقى لي من المزهر ديال القرعه الثانيه. صافي غادي ندلكها واحد شويه واحد 2 دقائق هكا بيدي وغادي نجمعها هانتوما كما كتشوفوا. وغادي نقطعها ونعملها في فيلم اليمونتير وغادي نخليها ترتاح على خطره نص ساعه 45 دقيقه. قضيو شغلكم اللي عندكم او لا بغيتوا تعجنوها في الليل ولا المهم انا دابا كنعجنها الصراحه تقريبا شي 4 د العشيه بحال هكا. صافي غادي نلويها في الورق ديال الفيلم اليمونتير وغادي نخليها نلوي كل وحده بوحديتها باش من بغي نهز شي وحده ما نعريش العجين الاخرى. غادي نخلي كل طرف بوحديته يرتاح. وانا تقريبا هنا خليتها شي 45 دقيقه مشيت قضيت شغلي وعاد رجعت للعجين حتى وجدت الحشوه وكل شيء. فهانتوما كما كتشوفوا من بعد ما لويتهم غادي نخليهم يرتاحوا وغادي ندوزو باش غادي نوريكم الحشوه. فهنا عندي 300 غرام ديال اللوز اللي طبعا كنحيدوا له القشره ديالو كنخليوه يبس تماما. بالنسبه للناس باش تاكدوا منه انه يبس حاولوا تعملوا الفران يكون سخون هو طافي ودخلوه واحد شويه باش يزيد نشف. هنا عندنا واحد طرف الزبده وعندنا معلقه صغيره ديال القرفه. هادو هما المكونات اللي غادي نديرو والمزهر وشويه السكر كلاصي واحد 2 حتى 3 المعالق. 2 معالق راه كافيين لاننا حنا غنعسلوها من بعد. والمزهر طبعا غادي نديرو الكميه اللي غادي نقدروا نجمعوا بها اللوز ديالنا. فبالنسبه باش تجيكم فانا صراحه 300 غرام بقات لي العجين. فلا بغيتو تجيكم نيشان مع العجين مع الحشوه ديروا 400 غرام ديال اللوز. فمن بعد ما طحنت داك اللوز مزيان غادي ندوز. انا اللي ما عنده السكر كلاصي وبغى يطحن معاه السكر سنيده يديرها في الطحنه الثانيه السكر سنيده. هنا عملنا القرفه شويه الزبده. هنايا عملت واحد شويه ديال السكر كلاصي تقريبا واحد 2 معالق عامرين. صافي وغادي ندلك داك العجين مزيان ديال اللوز
صافي غادي نبقى ندلكها حتى تجمع لي اللوز ديالنا. فهي هاد الوصفه هذه يعني الاصليه كدار باللوز، فدرتها لكم باللوز. فاللي بغى يديرها حتى بالكاوكاو بامكانه يعملها بالكاوكاو، بتجي اقتصاديه. ولكن راه كتخرج، انا خرجت لي هاد العجين 64 حبه بلا الشباكيه اللي خرجت لي 20 حبه صغيره من ديك العجين اللي شاط لي. يعني بامكانكم الا درتوا 400 غرام ديال اللوز فتقدر تخرج لكم حتى ل 80 حبه، لان كيجيو صغيورين. فصافي من بعد ما دلكتها مزيان هاد العجين ديال اللوز كنخليها تجمع. صافي غادي نجمعوها مزيان وغادي نرجعوا معكم باش غادي نشكلوها. فهي سهله حتى في التشكيل ديالها، لان غير كطبعوا ما كتاخذش منكم وقت ديال التشباك وديال داكشي، ولكن راه كتجيب بنينه. فهانتوما كما كتشوفوا العجينه راه صافي راه رطب ولات رطبه. هنايا بالنسبه للوز فانا درتو كويورات باش يسهل عليا الخدمه به. يعني ملي بغي نخدم به ما بقاش عاد كنكور، فعملتهم كويورات صغيورين متوسطين. الصراحه راه جاو متوسطين، ما جاوش يستويين بزاف. صافي غادي ناخذوا داك العجين ديالنا اللي طبعا راه طلق راسو مزيان. غادي نديروا واحد شويه ديال الطحين على طاوله العمل، وغادي نبداو نطلقوا. اللي بغى يخدم بالماكينه يخدم، فانا الصراحه كنفضل نخدم بيدي، لان الا داز لكم غير شي حاجه في العجين بحال شي الجنجلان الا وحده دازت ما مطحوناش مزيان، فراه كتقطع لكم العجين، كتصدقوا تعاودوا من دا وجديد. فانا كنفضل انني نطلق، كتجيني اسهل من انني نستعمل الماكينه، وكل واحد يعمل اللي كتجيه سهله. صافي كنطلقوا داك العجين مزيان كنرقوه تقريبا على 1 سنت باش ما كتجيناش حتى العجينه غليظه. هانتوما كما كتشوفوا السمك ديالها. صافي وغادي نبدا نشكل. انا قطعتها في النص داك العجين ودرت النص الاخر على هذيك العجين الاولى بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الصوره، وكنبداو نضغطوا ونخرجوا الهواء من الجوانب. وغنوريكم طريقه واحده اخرى اللي غتجيكم عاوتاني حتى هي سهله، اننا نعملوا العجين شويه كبير باش نقدروا نطويو عليه نيشان ونعملوا كميات كبار دغيا نصاوبوهم. صافي كناخذوا اي طابع عندنا مدور. انا خديت هذا متوسط صراحه، راه ماشي صغير بزاف، وكنبداو نضغطوا على الجوانب بهذا الشكل باش ما كيجيوناش مجموعين وما كتجيناش معجنه في القلي. صافي كنضغطوا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، وكنضغطوا من الجوانب بهذه الطريقه هذه. اللي بغى يخليهم هكا بلا ما ينقشهم، بلا ما يعمل لهم لا فورشيط حتى شي حاجه يديرهم، فانا فضلت انني نقشهم من الجوانب. صراحه الا عندكم وليداتكم حداكم وهذا الصراحه نعاونوني ولادي، انا كنطبع وهما كينقشوا الجوانب. فدغيا سالينا، لان دغيا كتسالي يعني ما غنشبكوا ما حتى شي حاجه، غير كتطبعوا وكتحطوا. صافي مجرد انكم كتضغطوا على الجوانب بهذه الطريقه هذه باش كيتجبدوا لكم وكيلصقوا مع بعضياتهم باش ما كيتفتح لكم شي في القلي. صافي وغادي نلويو هذيك العجين، غنعملوها في الفيلم اليمونتير ونخليوها حتى نساليو العجين اللي عندنا ونرجعوا لها كنلقاوها طلقات راسها. صافي هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما انني ضغطت على الجوانب مزيان غادي ناخذوا النقاش اللي كنقشوا به الحلوه ديال التمر، وغنبقاو نضغطوا على العجين حتى كنهبطوا لتحت باش كتضغط لنا حتى العجين الاولى مع الثانيه بهذا الشكل هذا، وكيعطي المنظر ديالها حتى كيجي رائع الشكل ديالها. صافي وغادي نحطوها نفس الطريقه عاود كنديروا، كنضغطوا مزيان الجوانب وكنحاولوا نخرجوا الهواء اللي ما تخليوش الفقاعات في الشكل. والا ما بغيتوش تستعملوا النقاش بامكانكم تستعملوا غير الفورشيط بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا في الصوره. صافي كتكملوا بهذه الطريقه هذه. نتوما ديروا الطريقه اللي كتجي اسهل. انا الصراحه بالنسبه للديكوراسيون جاتني بانني نعمل بالنقاش احسن. صافي وهانتوما كما كتشوفوا عاود غنجيب ندير الثالثه، غادي نعملها بالنقاش ولكن غنعملها بحال اللي معوجين شويه نقيشات باش كيجي الديكور ديالها مبدل. المهم نتوما ديروا شكل اللي بغيتوا تخليوها بلا نقش ديروا الحاجه اللي غادي تسلككم. هذا هو الشكل ديالها. انتوما كما كتشوفوا الفرق بيناتهم. غنكمل بهذه الطريقه ونرجع معكم. فانا عندي نوريكم الشكل الثاني. فانا طلقت العجين شويه كبيره باش غادي نستعمل كميات كبارين، يعني غادي نطبع دغيا بالزربه ما تاخذليش الوقت بزاف. صافي وكنطوي ديك الشكل ديك العجين الجهه الاخرى كما شفتوا في الصوره. صافي دغيا وغادي نعملوا نفس الطريقه، نخرجوا الهواء من الجوانب. ولا عملتوا الشكل طويل بزاف كنعتذر كما قلت لكم عيانه. كنعملوا شكل طويل وكنعملوا كميات كبارين وكنبقاو نطبعوا
وكما قلت لكم عندكم شي واحد يعاونكم، راه نتوما غادي تطبعوه هو غادي ينقاش دغيا غادي تساليو صافي. وهذه هو الشكيه اللي كنديروا نفس الطريقه الاولى اللي وريتكم، كنكملوا بنفس الطريقه وكنحاولوا ناخذوا شي تلميطه ولا اي حاجه تحطوهم عليها. وغادي بهذا الشكل اللي كتشوفوا غنكمل الكميه كامله وغادي نغطيهم وغنخليهم يباتوا ليله كامله. الا عملتهم في الصباح تقدروا تقليوهم في العشيه حتى يبسوا بحال اللي كنديروا الشباكيه، خصها تيبس تماما صافي. غادي نكمل الكميه كامله وغادي نغطيها. انا حتى عملتهم في العشيه غادي نخليهم حتى الصباح وعاد غنقليهم ونعسلهم. وبالنسبه للعجين اللي شاطت لي فانا عملت بهم الشباكيات بهذا الشكل هذا، خرجت لي 20 حبه فالصراحه جاو رائعين. حتى هكا حتى بهذا العجين ما فيهاش صراحه لا حبه حلاوه ولا والو، ولكن جات هشيشه وجات واعره حتى هي حتى شباكيه. فمن بعد ما بيتهم ليله كامله هانتوما كما كتشوفوا راهم يبسوا مزيان. هنايا عندي الزيت اللي مزيانه في هذه الحلوه هذه ما كتاخذش منكم الزيت بزاف، فراه 64 حبه تقريبا خدات لي نص لتر ديال الزيت. وبالنسبه للعسل هنا عندي كيلو د العسل، اللي بغى طريقه العسل غنخليها لكم في صندوق الوصف كيجي رائع جدا. وقبل ما كنقليوهم كنشعلوا على الزيت يسخن، وضروري نتقبوهم من التحت ومن الفوق باش ما يتفرقعوا الناشم يكونوا كيتقلاو. يعني ملي كنتقليوهم كيبقاو بالشكل ديالهم كما كتعرفون فيهم لا خميره الحلوى، ما فيهم لا خميره العجينه، ما فيهم حتى شي حاجه. يعني بامكاننا اننا نبيتوهم وبلا ما نخافوا، لان الا ما تقبناهمش غتولي عندنا فحال الفقاعات في العجين، غادي تبوق لنا العجينه ملي غنكونوا كنقليوهم. صافي كنقليوهم بهذا الشكل هذا، كنحطوهم العافيه متوسطه، ما هي ناقصه مره ما هي مرتفعه بزاف، متوسطه. ملي كتبدا نشوفوا هذا اش كيقولوا ديالنا كيتحمر كنقلبوهم كنخليهم يتحمروا على خاطرهم وصافي. من بعد ما كنحيدهم كنخليهم يستقطروا من الزيت هكا بهذا الشكل، وكنحطوهم في العسل اللي ديجا عندنا مستعمل قبل، كنخدموه قبل بليله، يا اما تشريوه يا اما غادي تستعملوه. فالصراحه الله انا دائما كنخدمه في الدار، اولا بغيتو تشريو ديال السوبير المهم نتوما ديروا اللي كيريحكم. صافي غادي نعملوهم في العسل، غادي نضغطوا عليهم باش يدخل فيهم العسل، وغادي نخليوهم حتى تقلى لنا القليه الثانيه، عاد نحيدوهم من العسل تيكونوا شربوا لنا العسل. وحتى ديك التقيبات اللي كنتقبوا ديال اليبره فكيساعدوا بان العسل كيدخل في وسط الحلوه ديالنا. صافي بهذه الطريقه غادي نكملوا وغنعملوا القليه الثانيه نخليوها حتى هي تقلى. وصافي غادي نخليوها تتقلى بنفس الطريقه الاولى تتحمر تاخذ اللون الذهبي. وهذا هو الشكل ديال اللي كانوا عندنا في العسل، فراه حيدناهم من العسل وعملناهم هنا يتسقطروا وندوزوا للطبق النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، راه كتجي رائعه جدا وكتجي هشيشه. انا زينتهم باللوز مهرمش وزينتهم بالورد، المهم نتوما زينوا باي طريقه بغيتوا، اللوز ايفي اللي بغيتوا تخليوهم هكاك، زينوهم بالزنجلان اللي بغيتوا نتوما، راه كيعطيو منظر ومذاق رائع جدا، كتجي راقيه في المنظر وفي المذاق. المهم غادي نوريكم نوريكم الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي ديك اللوز ديالنا. فحنا اللوز كنعملوا العقده خضراء لان كيتقلاو وما بغيناش انها تقلى لنا في الزيت وتقلى لنا حتى ديك اللوز اللي كيكون ديجا مقلي ويولي عندنا مر، فعليها كنديروا الحشوه اللوز خضر. صافي انتما كما كتشوفوا من الداخل كيفاش كيجي، فراه كيجي رائع وكيجي معسل وتا العجين الرطبه وهشيشه. هانتوما كما كتشوفوا يعني كتجي رائعه. نتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تخليو لنا تعاليق اذا عجبكم الفيديو، وما نساوش اذا شربتوها تقولوا لنا رايكم فيها. وهذا الشباكيه اللي ديجا انا قليتها اللي عملت معكم بنفس العجين راه كتجي حتى هي هشيشه وكتعطي مذاق رائع. ونتمنى الفيديو يعجبكم وتشاركوا مع الاصدقاء والاحباب. شكرا لكم على المشاهده.